مرحبا وردات قلبي وعمري وحياتي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ورجعت لكم فيديو جديد، وبصراحة هذا الفيديو حبيت اني اشارككم روتين المسائي على اساس بس للأمانة اني ندمت، لانه هذا الفيديو كله مشقة وعذاب وتعتير بمعنى الكلمة. طبعا يعني للأمانة عيفكم من انه الفيديو بيه مشقة وبيه عذاب وبيه تعتير، بس الفيديو بيه شغلات كثير حلوة. وبداية حبيت ابلش يعني من الوجبة المسائية. جم طبعا شخصين فطلبوا مندي، قلت لحالي راح اجهز قدام الكاميرا بما انه صار يعني هو راح يعتبر روتين مسائي. راح اجاركم الشغلات يلي اسويها قبل ما اروح على البيت، يعني من اول ما غابت الشمس لحد ما رحت على البيت. صراحة يا بنات يا الله ايش قد تعذبت، بس شوفن شكل المندي. طبعا اليوم ما سويت الرز ملون، حبيت اسوي اصفر لانه بي ناس طلبوا مناسف، فقلت لحالي يعني ما يفرق، هي نفس الطعمة تقريبا بس الشكل يختلف. يا يما ايش قد تعبانة هنا، وبنفس الوقت شوفنا العظمة شلون دا تبرم قلب الفخذة من كثر ما مستوية صراحة. يعني اني اعتمد على انه يكون الطبخ مستوي اكثر من انه شكله يكون حلو، لانه تعرفين الطعمة هي الاساس بالنهاية. يا الله ايش قد كانت الريحة طيبة طيبة طيبة. طبعا اللمسات الأخيرة يعني ما أقدر بدون هاي اللمسة اللي هي رشة بهار، وهذا البهار خاص بالمندي يعني طعمته روعة لما نحطه على الرز والفروج. بس يلا يا عمر يلا يا عمر مشان ما يبرد لتش إلا بينما البس كفوف ومسح الطاولة راح وداهن. طبعا اليوم عندي طلبية فروج كبيرة، شخص طالبهن عنده عزا يعني، فيمكن طالب شي 20 أو 25 فروجة هيك شي. جهزنا خلصت الطلبية هاي وبلشت بيهن، وهو طالبا على الساعة 8 بس للأمانة جا متأخر يعني لا مو جا متأخر، جا قبل الوقت، يعني هي الساعة 8 جا الساعة 7. هنا بلشت بالبطاطا لأنه بدي أسوي كمية كبيرة، والبطاطا أنا منقيتن كبار لحتى ما يعذبني لا بالتقطيع ولا يعذبني بالتقشير، بس كبار يعني لدرجة إنه ماني مستحكمة بالبطاطا تصدقن. ايدي قامت توجعني ايدي. وبلشنا تكشير بطاطا. طبعا البطاطا الكبار تسهل علي الشغل اكثر من الصغار، وبنفس الوقت تصير يعني كمية كبيرة بسرعة، بينما صغار عن جد يعني ايدي تقوم توجعني وعلى الفاضي. الله شوف انعكاس المراية، على فكرة انا ما كنت منتبه انه انعكاس المراية ظابط يعني لهي الدرجة، لو مزبطتها ومقصدتها فلا تطلع هيش حلوة. يا الله يا بنات عن جد والله حياتي صايرة عبارة عن عذاب. عمر يشوف الفيديو يقول لي شبيه يعني جابرش هالشغل. بس عن جد والله يعني صايرة الحياة عندي كلها شغل. حتى يعني بالعطل ما أحب أطلع برا، أحب بهذا اليوم أقعد بالبيت وأرتاح. ما أحب يعني قبل لما كنا مثلا ما عدنا شي وما عدنا تصوير أقول له عمار مش نطلع على الحديقة نغير جو، كنت أحب الطلعات والأجواء العامة. أما أحس جو البيت دافي وحنون وأريد أظل قاعدة بالبيت، يا الله ما أريد أطلع. والله يعني عمر قال لي رافزة أنت يعني. هنا بلشنا بالفروج، خلينا بعدين نكمل لكم. بلشت بالفروج لأنه زلمة واقف وناطر ومستعجل، قلنا له طيب ليه ما أعطيتنا وقت قبل يعني إنه نكون خلصنا لك يعني على الوقت اللي أنت بدك يا. هو طلبنا الساعة 8 وجا الساعة 7، فإحنا مشتغلين على المواعيد يعني أكثر شي. فبلشنا. الله يا بنات الفروج طلع خيال، أنا جوعانة وبنفس الوقت دا أشتغل يعني، وأقول لحالي يلا خلص بعدين أكل. شايفات هنا الفروج نار نازل نشوة، بس ثاني من كثر ما أنا مستعجلة صدقني يعني ماني حاسة إذا الفروج حار، ماني حاسة. بعد ما خلصت أضحك على دي ولدي مبطبطات مورمات يعني إنه من حرقات، بس من إيش ما أدري أتذكر. لما تذكرت إنه شنت أشيل الفروج وهو حار. عن جد أحيانا العجلات خلى الواحد يعني ما يحس بألمه، يعني كثرة الشغل تخليش ما تحسين بالألم لبعد وقت. مثل هذاك اليوم لما عزلت المطبخ، بعد ما خلصت تعزير رحت على البيت وأضحك على دي كلهن جروح وكلهن يعني متشخوطات، وأضحك على حالي العمى يعني إيمت أنا لما نشتغل ما أحس على حالي، ما أوعى يعني على الألم لبعد وقت. هنا حطينا البطاطا. يا الله الفروج طيب عن جد طيب يعني، أتوقع قالوا له طيب يعني الشخص اللي طلبهن الناس الموجودين يعني. طبعا هن 25 فروجة بس الطاولة ما تسع، كل 6 مع بعض أزبطن أشيلهن وارجع أجيب ال6 الثانيات، ومشان ما يبرد نزاد دا أشتغل على قدي.
تعرفين يعني المطبخ ايش قد هو كبير، بس لازم الواحد يعني يوزن بين الشغل. يعني المساحة يلا تكفي، أكثر من 6 7 ما أقدر أصف بنفس الوقت. هنا بلشت وحدة 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 لبين ما خلصت، الحمد لله رب العالمين. بس خلصنا يعني بوقت قصير جدا، مع أنه زلمة مستعجل بالحيل وجاء يمكن 50 اتصال بهالوقت هذا، حتى بالأخير يعني قام يساعد عمر لحتى خلصنا. طبعا عمر والله يعني ما قصر، يعني هو يشتغل من جهة وأنا أشتغل من جهة لحتى نلحق، غير هيك مستحيل إن نلحق. هنا الطلبية جملة ياخذوني، قلت لهم لا 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 استنوا بدي أصور. هنا بعد ما خلصت الحمد لله بعد معركة والله يا بنات، أنا هنا يمكن مشوبة من كثر ما أنا مشتغلة. زاد عندي طلبية منسف غنم، زاد قلت لهم للساعة 8:30. زاد هنا تأخرت شوي بسبب إنه الطلبية الكبيرة هاي، طلبية الفروج المشوي يعني. وزاد نسيت أقول شنو يا بنات، أنا بهذا اليوم رايحة لعند صديقتي، قلت لحالي أنا لما رحت عمر ما كانت جاي تقول طلبية الفروج هاي، فلما رحت ما كان عندي غير المنسف هذا، طبخته ورحت على صديقتي، قعدنا شوي يمكن شي ساعتين، وبعدين رجعت يعني فنجان قهوة، تعرفين تنبز الحركات. رجعت على المحل، ولا عمر يقول لي بي طلبية فروج كذا كذا كذا. أنا انصدمت، قلت له عمر ليش ما جيت خذتني قبل يعني، أو ما خليتنا أروح من الأساس. الله على اللمسات، الله على اللمسات الحنونة، يوم جعت. طبعا أنا وأنا حطلتش أبدا ما أكل أو مد إيدي، أقول لحالي يعني مشان ما أجوع أكثر. شفنا الحركات. هذا العشاء طبعا لينا، هذا العشاء لينا لأنه كنا مخلصين يعني، وقلت لحالي إيش راح يزود راح أحط على السفرة، والحمد لله رب العالمين يعني ما يزود عندي، أحاول أسوي على القدر يعني، لأنه تعرفين هنا محتاجين زيادة ما بصراحة يعني، إنه والله أزلش للزايد أعطي لحدا، وصراحة لصديقاتي أستحي يعني أخجل إنه والله زايد عندي طبخ بالمطعم تعال خذي أو شي، لا مستحيل أسويها. وفقراء ما بزيادة مثل ما قلت لك يعني، الحارة اللي نبيها يعني وضعهم كويس الحمد لله، الله لا يحيج حدا لحدا بالنهاية. يا يما بعد ما خلصت هنا تعشينا، طبعا بعد ما تعشينا دحقت على المطبخ، باي يعني رايحة أموت. عن جد أنا رايحة أموت. هنا عاد قلت لحالي لا، الوضع معي سكت عنه يعني، زمنت بدي أرجع على الجلي بالنهاية، فقمت قلت خليني أجلي واتوكل على الله وأمري لله. عن جد يا بنات هنا يمكن ساعتين ظليت واقفة على المجلة، بس الحمد لله رب العالمين إنه بمي حارة، لو ما بمي حارة بهدلة بمعنى الكلمة، لأنه المي ثلج بوظ، حتى المجلة ما بيها مجال إنه أجلي، أو الله يعني ما بمكان إني أجلي، فأفضي وأجلي. وكنت بسبب طلبية الفروج ومشان المنسف وجاني طلبين 3 كريسبي، هذا أنا ما صورتهم طبعا، فما كنت قادرة إني أجلي أو أخفف من الجلي خالص. الحمد لله رب العالمين يعني بالنهاية ما بشي يصير يعني وانت قاعدة، أكيد هذا الشي صرنا كلنا نعرفه. والحز المرأة هنا بتركيا بنات إذا ما تساعد جوزها والله زلمة معي لحق يعني، للأمانة والله الله يكون بعون الزلم يعني، اللي يشتغلون بالطينة وبالعمار، عن جد والله الله يكون بعون الناس. لأنه ألحز دا أسمع لكم شغلة، إنه قنينة الزيت اللي كانت ب100 150 ما أعرف 100 وش قد، الحب بدهم يسوونها ب250. راح يزيدون أجرة العامل، بس بنفس الوقت راح يزيدون مقابلها المواد التموينية، يعني كل شيء يعني بشكل عام راح يزيدون كل شيء. فهي أنا لا كأنك يا أبو زيد ما غزيت مثل ما يقولون يعني، هي حول بعضها، هم قلم المواد التموينية وقلم الإجرة تبع العامل، فيا ريتهم لا قلم هاي ولا قلم هاي صراحة. والجلي معي يخلص الجلي، يا ربي خذني وريحني من الجلي. والله يا بنات رح تقولي لي على الجلاية، أنا عندي جلاية بس الجلاية اللي عندي تجلي بالنهار مرة واحدة. يلا خل المنظر هذا يريح، خلاص خلونا ساكتين. خلونا ساكتين ونتفرج على المنظر الرائع رائع. ايه. شايفات هاي الطاولة نفسها اللي كانت قبل شوي ما بيها مكان معلقة، وتعبت ونعست حتى عيوني ما عاد اقدر افتحن. حبايب قلبي الله يسعدكم يا رب، والله حبيت اشارككم روتين المسائي لحتى تشوفون ايش قد قاعدة تتعذب حرفيا. هاي الوردة لسه ما جبت لها تراب الحمد لله رب العالمين، ما فضيت ولسه ما حطيتها بسطل أكبر، بس يعني مهتمة بيها، دعسقيها نوعا ما.
بس الله لازم يعني اجيب لها تراب واظبطها قبل ما تموت. خطي يعني.